حبيبتي هو اللايك بيكهرب، دوسي لايك كده يلا عشان الفيديو يرفع. يا صباح الفل والهنا والجمال على عيونكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. اوعى تنسي اللايك، دوسي على اللايك يا اختي انت وهي، وتعالوا يلا. تمام، هنعمل النهارده صينيه لحمه حلوه كده، وهنعمل مكرونه. تعالوا يلا كده اما نشوف هنعمل ايه. قلت اعمل غدا كده على السريع، حطيت ميه هنا هسلق فيها مكرونه، ومعايا هنا كيلو من الشرايح دي اللي هي الاستيك. تمام، شويه من الزيت كده عشان ادي اللحمه بتاعتي صدمه. هنزل بقى هنا كده ايه، طبعا الزيت سخن قوي وسامعين اهو. بحب اعمل اللحمه دي بصراحه، بتبقى طعمها حلو قوي. تمام، وما بتاخدش وقت معايا في السوا ولا اي حاجه. حوالي راس صغيره كده من الثوم بقشره، طبعا انا غسلاه وهنزل بيه على اللحمه كده. وهنبدا بقى طبعا نقلب اللحمه، بس نديها الصدمه. احنا على نار عاليه عشان خاطر انا مش عايزه تنزل الميه بتاعتها ولا الفوائد اللي فيها، لا انا عايزاها تبقى طريه وحلوه كده. بصوا كده اللون ده، بتبقى طعمها خطير وبتبقى جميله جدا، ويعني وبتستوي بسرعه، ما بتاخدش وقت معاكي ولا اي حاجه. هحط بقى هنا رشه من الفلفل الاسود كده. خلاص مش هحط اي حاجه تاني خالص الا لما تستوي بقى. تمام، هتجهزي طبعا جنبك ميه سخنه، حوالي كوبايه من الميه، لاني مش هنكسر لها ميه. الله على الريحه يا بقى يا بنات، ريحه الثوم مع الفلفل الاسود بقى. بصوا حاجه كده ايه، خرافه، حاجه كده وهم. الاكله دي ما بتاخدش وقت خالص. تمام، بس بصراحه بتبقى طعمها حلو جدا ومتاخدش منك وقت، وبتبقى طعمها حلو جدا بصراحه. يعني بتعجبني قوي اللحمه دي بصراحه. هنا بقى بعد ما بقت اللون ده كده وغيرت لونها وداخله على اللون الذهبي ده، هنزل هنا كده حوالي من كوبايه من الميه. ما تكتريش الميه، ماشي؟ كوبايه من الميه كده بالشكل ده. وهتحطي بقى عندك حبهان، حبه الحبهان والحاجات بتاعه الشوربه والقرنفل والحاجات دي هتحطيها، هتضيفيها كده عليها. تمام، وهتغطي عليها بقى، هغطي عليها واوطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. هتستوي وارجع لكم. هنا كده كانت المكرونه خلاص اتسلقت معايا واستوت، هنصفيها بقى ارجع لكم تاني. صفينا طبعا المكرونه، وهنعمل بقى هنا ايه، الصلصه بتاعه المكرونه. بصوا انا هنا طبعا مش هعمل صوص ابيض، هنعمل صوص بالطماطم عادي. هنحط معلقه من الزبده ومعلقه من الزيت، شويه من الزيت كده، اي زيت تستخدميه براحتك. تمام، انا بقى هنا ولا بعمل ببصل ولا بتوم ولا باي حاجه، هو بالزبده والزيت. تمام، هقدح السمن. تمام كده، بصوا هنزل بقى هنا بالطماطم بتاعتي اهو. تمام، وهحط هنا بقى شويه من الملح، فلفل اسود. فلفل اسود بقى، يعني انا بحب بصراحه بعشق الفلفل الاسود في الاكل. تمام كده اهو. وهنحط مكعب واحد من الماجي، وخلاص كده. كده يبقى الصوص بتاع المكرونه بتاعنا هتتسبك، واللحمه على البوتاجاز هتستوي وارجع لكم. بصوا عندي هنا كده الطماطم بتاعتي اتسبكت اهي، الصوص بتاع المكرونه والطماطم اتسبكت. هحط شويه من الشطه ودول اختياري، حابه تحطي براحتك برضه. تمام كده عندي الصوص خلص. هسوى ادي اللحمه خلاص، ده شكلها. تمام، بعد ما استوت دايبه دوب بقى، والصوص بقى والجمال ده كله. بصوا حاجه كده خرافه بصراحه. شويه من الفلفل الاسود. تمام، وكده تبقى خلاص معانا اللحمه. تمام كده تمام.
لك بقى اللحمه اهو، حلوه قوي وبتبقى ريحتها خطيره ديت. وجربوا اللحمه كده، بصوا لونها يعني ولا محتاجه تحمير ولا اي حاجه. بصوا لونها حلو قوي وطعمها كمان حلو قوي. يلا جربوها وتنسوش بقى تدوسوا لايك وشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.